ننتقل الآن إلى أنواع العطف. كم نوع للعطف عندنا؟ خلينا نشوف. عندنا أولا عطف مفرد على مفرد. عطف مفرد على مفرد، شنو يعني عطف مفرد على مفرد؟ يعني عطف جملة على جملة. عفوا. هنا عطف اسم على اسم. يعني مو شرط انه يعني كلمة على كلمة. يعني مو مثنى او جمع، لا لا لا. المقصود به هنا عطف كلمة على كلمة، المفرد يعني. مو عطف جملة على جملة او عطف شبه جملة على شبه جملة، لا لا لا. المقصود به عطف كلمة واحدة على كلمة واحدة. ممكن هاي الكلمة تكون اسم شخص، اسم شجرة، اسم نبات، اسم حيوان، أجلكم الله إلى آخره. بس المهم هي كلمة واحدة، عطف كلمة واحدة على كلمة واحدة. مثل إيش؟ أقول جاء زيد وعمر. أشوف لاحظوا، جاء ما لنا علاقة بها، زيد هذا مفرد اسم شخص، وعمر أيضا مفرد اسم شخص. شاهدت الحديقة آه، فالبيت. زين، الحديقة اسم مفرد واحد، يعني واحد الحديقة. والبيت أيضا اسم واحد، إذا كلمة على كلمة. هذا يسمونه عطف مفرد على مفرد. مش يعني مفرد على مفرد المقصود به شخص واحد، لا لا، المقصود به شخص واحد. يجوز المقصود به شجرة يعني حيوان على حيوان، أو نبات على نبات إلى آخره. أو أقول شوفوا، مرات هو مفرد بس هو مثنى. أقول جاء المهندسان فالطبيبان. مو جاء المهندسان مفرد كلمة واحدة. يعني ما أقصد بمفرد المثنى والجمع، لا، أقصد بالمفرد الكلمة الواحدة. الطبيبان أيضا كلمة واحدة. جاء شنو مثلا؟ جاء العمال. زين، جاء العمال لا الطلاب. هنا أيضا العمال اسم مفرد، جملة مفرد، هذا يسمونه مفرد لأن كلمة واحدة. الطلاب أيضا مفرد كلمة واحدة. إذا عطفنا كلمة على كلمة، مفرد على مفرد. شرط لا، حتى وإن كان في المعنى مثنى أو جمع. زين، هذا النوع الأول من العطف. النوع الثاني من العطف شنو هو؟ عطف جملة على جملة. يعني جملة كاملة على جملة كاملة ثانية. مثل ايش؟ شاهدت. سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية. مرات نلقى جملة اسمية معطوفة على جملة اسمية، أو جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. زين، خلينا ناخذ مثال. شاهدت زيدا وشاهدت فاطمة. لاحظوا، شاهدت زيدا وشاهدت فاطمة. شاهد هاي فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب. الواو عاطفة. وشاهدت فاطمة أيضا، شاهد فعل ماضي، وتاء تاء الفاعل، وفاطمة مفعول به. انعطفت جملة فعلية كاملة على جملة فعلية كاملة. واضحة الفكرة؟ إذا ممكن أن نعطف جملة كاملة على جملة كاملة. ماكو مشكلة. ثالثا، النوع الثالث من العطف عطف شبه جملة على شبه جملة. يعني شنو شبه جملة؟ شبه جملة مرات تجينا جار ومجرور، ومرات شبه جملة ظرفية. الظرفية يعني مثلا ضمن الظروف، ان هنا فوق، تحت، دون. زين، الى اخره من الظروف. زين، عندنا عطف شبه جملة ظرفية، او شبه جملة من الجار والمجرور على شبه جملة ظرفية، او من الجار والمجرور. ليش؟ سأذهب إلى تركيا، أو إلى إيران، أو إلى إيران.
سأذهب، هاي استئنافية السين. زين. أذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، فاعل ضمير مستتر تقديره أنا. سأذهب إلى حرف جر تركية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. زين. سأذهب إلى تركية أو عاطفة تفيد التخيير. إيران اسم معطوف شنو؟ أو إلى إيران. إلى حرف جر، إيران اسم مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. شوف، عطفنا شبه جملة من الجار والمجرور اللي هي إلى تركيا على شبه جملة ثانية اللي هي إلى إيران أيضا، شبه جملة من الجار والمجرور. واضحة الفكرة؟ إذا عطفنا شبه جملة على شبه جملة. شاهدت الأثمار فوق الأشجار وتحت الأشجار. هنا ظرفية، ظرف، هنا جاء ظرف مكان. يقول أنا شاهدت فعل فاعل، الأثمار، شاهدت الأثمار مفعول به منصوب. فوق هذا شنو؟ ظرف وهو مضاف، شاهدت الأثمار فوق الأشجار. الأشجار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. زين.